من ساعة ما اعلنت هبة مجدي عن اصابتها بمرض معين، وهتلاقي ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا دخلت تدعي لها وتصعب عليهم ويقولوا لها يا رب ان شاء الله تقومي بالسلامة. الملفت ان الناس دول ناس حقيقيين مش لجان، يعني مش زي اغلب الممثلين هتلاقي مثلا صفحات ممولة او ناس بتاخد فلوس، لا ده الناس الحقيقيين اللي هو احنا فعلا بندعي لها من قلبنا. رغم ان هبة مجدي ما تعتبرش سوبر ستار، هي مشهورة ومعروفة لكنها مثلا مش بطلة فيلم، مش بطلة مسلسل، بس لما تقعد تفكر هتلاقي الناس بجد بتحبها ومرتبطين بيها علشان هي ممثلة محترمة وسمعتها حلوة وشبه المصريات، ما شفناش منها اي حاجة غلط. فايه بقى اللي يخلينا ما نحبهاش وما ندعيلهاش وما نتمناش الخير ليها دايما بالذات في مرضها؟ عشان كده الفيديو بتاع النهاردة هيكون فيه حب الفنانة هبة مجدي، ربنا يشفيها. هبة مجدي هي ممثلة او فنانة كلنا نعتبر تقريبا عارفينها، يعني حتى لو انت مش عارف كل ادوارها بس انت هتلاقي نفسك عارفها وعارف شكلها وعارف اسمها، وده لسببين. اولا لانها اشتغلت ادوار كتيرة جدا مهمة في اعمال مهمة او اعمال ليها جماهيرية واتشافت بشكل كبير جدا. وتاني سبب لان هبة مجدي بالذات تعتبر من الممثلات اللي مختلفات جدا عن كل جيلها وحتى الاجيال اللي قبلها والاجيال اللي بعدها. تعالوا النهاردة نتكلم في النقطتين دول، يعني الاول نتكلم عن اعمالها وبعد كده نتكلم ليه هي مختلفة عن باقي جيلها. بالنسبة لأعمالها، هبة مجدي بدأت الشغل من زمان جدا، من وهي طفلة. يعني خليني أقول لك إنها كانت بتمثل في بوجي وطمطم بس طبعا بصوتها وهي كانت طفلة، وبرضه في الفترة دي كانت بتشتغل في فوازير قديمة جدا اسمها فوازير عمو فؤاد. يمكن أول عمل فاكره لها هو كان ظهورها في مسلسل سارة، هو أكيد كان دور صغير جدا وهي كمان كان سنها صغير جدا. واشتغلت بعدها في مسلسل قصة الأمس اللي هو كان بطولة مصطفى فهمي وإلهام شاهين، وبرضه ما كانش يعتبر دور كبير. وبعدها اشتغلت في مسلسل أفراح إبليس، برضه ما اقدرش اقول ان هو كان دور كبير بس كان دور كويس. واشتغلت برضه في مسلسل العار، وده بقى كان يعتبر دور الى حد ما مساحته كبيره وكان فيه تمثيل كويس، لحد ما يجي مسلسل الزوجه الرابعه، وهنا بقى كان ليها دور مهم جدا ودور كبير، واعتقد ده كان بدايه انها تاخد ادوار او مساحات كبيره قوي كده. واشتغلت برضه في مسلسل الشك اللي هو بتاع مي عز الدين ورغده، واشتغلت كاداء صوتي او تمثيل صوتي في مسلسل عجائب القصص في القران. واشتغلت بعدها في مسلسل جبل الحلال، وبرضه ده كان دور مميز جدا. واشتغلت برضه في مسلسل لعبة إبليس، كان دور حلو قوي. ويجي بعدها أول تعاون ليها مع حمادة هلال في مسلسل ولي العهد، وأكيد علاقتها بحمادة هلال أو شغلها مع حمادة هلال دي مرحلة كبيرة جدا في حياتها. واشتغلت في مسلسل عوالم خفية مع عادل إمام، وبرضه من أهم الأعمال ليها مسرحية الملك لير. وأهم بقى دور اللي أعتقد أغلبنا حافظينه هو دورها في مسلسل المداح. طبعا احنا بنتكلم في أكتر من جزء وده بقى مساحة كبيرة وتمثيل حلو جدا. يمكن هبة مجدي في السينما مش هقدر أقول إن ليها أعمال كتير، لكن مثلا خليني اقول ان اخر عمل ليها وكان يعتبر بطولتها هو فيلم استنساخ، كان هي وسامح حسين. واخر عمل ليها في الدراما هو كان مسلسل نون النسوة اللي اتعرض في رمضان اللي فات. خلونا بقى دلوقتي نخش ليه هبة مجدي تعتبر مختلفة عن اغلب ممثلات جيلها. من وجهة نظري بحس ان هبة مجدي عاملة كده زي عبلة كامل، طبعا مع الاختلاف الكبير بينهم، يعني اولا فرق السن، ثانيا عبلة كامل دي بقى سوبر ستار، دي بقى بطلة مسلسلات وبطلة افلام وعملت كوميدي وعملت تراجيدي. يمكن هبة مجدي ما خدتش المساحات دي كلها او ما وصلتش لسه للمرحلة دي، لكن بحس ان هما الاتنين شبه بعض، بمعنى ان الناس بتحبهم وان الناس بتدعي لهم من قلبهم وان الناس بيتبسطوا لما يشوفوهم، وده ليه اكتر من سبب. اول حاجه ببساطه لان هبه مجدي هي ممثله محترمه، يعني لما تيجي تبص على كل الاعمال اللي هي اشتغلتها عمرك وراهنك لو لقيت لها مره مثلا متصوره بلبس خارج، فستان خارج، حاجه خارجه، عمر ما هتلاقي عندها اي مشهد خارج، لا في بوس ولا في احضان ولا في ايحاءات ولا في بدله رقص ولا في قله ادب. حتى الالفاظ مش هتلاقيها بتقول الفاظ خارجه في الاعمال بتاعتها. وعلى فكره انا بقول برضو يعني اللبس او الحاجات الخارجه او الالفاظ لا في شغلها سواء في سلسلات او في السينما او في المسرح ولا حتى في اللقاءات اللي هي بتطلع بيها، هي فعلا هتحسها انسانه محترمه جدا شبه اغلب البنات المصريات، فده سبب كافي انك تحبها. تاني حاجه هبه مجدي فعلا سمعتها نظيفه، يعني انت برضو لما ترجع تدور في تاريخها وهي بتشتغل بقالها تقريبا هو فوق ال20 سنه، انت عمرك مثلا ما هتلاقي لها فضيحه، عمرك ما هتلاقي لها فيديو مش مظبوط، عمرك ما هتلاقي لها حتى الحوارات بتاعه الجواز والطلاق وانا اتجوزت واتطلقت ونشرشح لبعض ونتخانق على الفضائيات او تطلع في شيخ الحاره، عمرك ما هتلاقي لها
لها حتى خناقه مع زمايلها او زميلاتها. يعني انا فاكر في مسلسل الزوجه الرابعه ده كان مسلسل مليان خناقات وحوارات، هي طلعت بعدها في برنامج وكانت المذيعه بتحاول تجرجرها واحكي لنا على المشاكل ومش عارف ايه، هي هربت بصياعه قالت انا كنت صغيره ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني بحسها بتخاف على سمعتها، عايزه تدخل نفسها في مشاكل او في حوارات. انا بروح الصبح اشتغل اخلص ارجع بيتنا اطبخ لجوزي ولعيالي. محترمه جدا. ثالث حاجه ان هبه مجدي فعلا عمرك ما هتشوفها بتجري ورا الترند. يعني انا عمري مثلا ما شفتها طالعه في لقاءات بتحاول تعمل اي تصريح كده يجيب لها ترند زي التصريحات العره اللي كلنا بنسمعها من اغلب الممثلين والممثلات. اصل انا عشت المساكنه، اصل المساكنه حلوه، اصل فيها ايه لما نساكن، اصل كل الناس بتعيش مع بعض في الحرام. يعني هي ما بتجيبش الكلام ده، وبحس انها مش بس ما بتعملش كده عشان هي مش هدفها الترند، هي كمان عشان هي شخص محترم، لا دي مبادئها ولا دي اخلاقها ولا دي سلوكياتها، فهي عارفه انها وسط مجتمع مصري وهي شاربه من المجتمع المصري ده. كويس انها مش بتجري ورا الترندات دي. ولا حتى لما بشوفها مثلا بتروح في اماكن في افتتاح مثلا حاجه، في لقاءات، في حفلات، في مهرجانات، ما شفتهاش عمري بتلبس فساتين مستفزه زي اللي الفنانات بيلبسوها علشان اللقطه والترند خالص. ولا حتى بتفتعل خناقه مع حد من الجمهور او تعمل لقطه غريبه على السوشيال ميديا علشان تطلع ترند. فبحس ان هي مركزه في تمثيلها، مش فارق معاها الترند، ودي حاجه تستحق للمره المليون اقول انها انسانه وممثله محترمه. ورابع سبب ليه الناس بتحب او ليه هبه مجدي اصلا مختلفه عن جيلها، لانها فعلا ممثله مجتهده وشاطره ومن غير واسطه. يعني لما تيجي ترجع تشوف التاريخ بتاعها هي زيها زي اي حد. هي دخلت الاول كليه اداب واتخرجت منها وبعدين درست موسيقى، واصلا كانت شغاله في دار الاوبرا. وبالمناسبه هي بدايتها اصلا وهي صغيره كانت بتغني، لكن بعد كده واضح ان التمثيل عجبها، وفي الاول خدت ادوار صغيره فضلت تكبر 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 لحد دلوقتي. هي حتى لسه ما خدتش بطوله، يعني ما فيش عمل سواء فيلم او مسلسل بطوله هبه مجدي، لكن هي واحده بتشتغل على نفسها. لا في دادي زيها ولا في مامي كانت ممثله ولا حتى راحت اتجوزت مخرج ولا منتج عشان يزقها. هي جوزها محمد محسن، يعني انا بحس هما الاثنين نفس درجه الشهره، يمكن هي كمان مع الوقت بقت اشهر منه. فهي حد مجتهد زي اي بنت مصريه في اي مجال، بتبني نفسها بنفسها وبتكبر نفسها، مش واحده من اللي مفروضين علينا على الساحه عشان بابي ومامي كانوا بيشتغلوا. واهم ميزه في هبه مجدي ودي من وجهه نظري انها فعلا وجه ملائكي وعندها قبول عالي جدا. دي حاجه هي ملهاش فضل فيها او اجتهاد فيها، لكن دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني فعلا انت لما بتشوف شكل هبه مجدي هي حد عندها قبول حلو قوي، تحبها، تحسها كده اختك قريبتك، حد انت عارفه، مش كمان ملائكي قوي. يعني استغفر الله العظيم في ناس تشوفهم تقفل منهم. يعني عشان كده كنت بقول في الاول ان انا بربط ما بين هبه مجدي وعبله كامل، لان عبله كامل برضه غير موهبتها وغير تمثيلها وغير كل حاجه هي عندها قبول رهيب. يعني حتى لو هي ما بتشتغلش انت تحس انك بتشوفها بس كده انت بتحبها. مع ان بقى سبحان الله في ممثلات او ممثلين تانيين تشوفهم تقفل من مهما عملوا ومهما طلعوا. ربنا يمسيكي بالخير يا اميره يا اديب. فكل الصفات دي اللي متجمعه في هبه مجدي اللي يا رب ان شاء الله ربنا يشفيها، هي عمله نادره مش سهل ان انت تشوفها لا في ممثلات من جيلها ولا في الجيل اللي قبلها ولا في الجيل اللي بعدها للاسف. وتبقى مبسوط لما تشوف هبه مجدي كده يجي لك امل تقول طب كويس اهو عندنا ممثله محترمه وشغاله مش قاعده في بيتها. يعني لان النماذج دي الوسط الفني مؤخرا كمان قليله جدا جدا. في ممثله بتبقى سوبر ستار وبتبقى نجمه كبيره وبتشيل افلام ومسلسلات وتلاقي الاعلام بيدافع عنها وبيدافع عن الكلوت، مشهد الكلوت بتاعها انا ما قلتش هي مين بس انتوا اكيد فاهمين، بس مع ذلك تلاقيها فقدت احترام الجمهور واحترام الناس، ومع الوقت هتترمي، الناس مش تبقى عايز تتفرج عليها. في بقى ممثله تانية ممكن تقول لك انا مش هيهمني ابقى سوبر ستار، لان احنا عارفين اللي هتبقى سوبر ستار في تنازلات وفي حاجات معينه بتتعمل. يعني خلونا نكون واضحين، هي تختار ان انا مش مهم اكون سوبر ستار، انا اكون متواجده حتى لو ادوار صغيره بس الناس تحبني، واللي اهم من حب الناس واحترام الناس. اعتقد هبه مجدي اختارت ده، وده باين، يمكن هي ما قالتوش يعني ما صرحتش بده، لكن باين من اختياراتها وباين ان اكيد زيها زي اي ممثله اتعرض عليها حاجات معينه وهي رفضت، وده مخليها يمكن لحد النهارده لسه ما بقتش بطله، بس اتمنى انها تبقى بطله في يوم من الايام لانها فعلا تستحق وموهبه كويسه في حدود اللي بيتعرض عليها. هي لسه ما عملتش ادوار عبقريه مثلا زي عبله كامل، بس اعتقد هي ممثله شاطره تقدر تعمل ده. وعشان كده فعلا يمكن انا بشكل شخصي واعتقد ناس كتير اتضايقنا لما سمعنا الخبر، لما هي اعلنت انها جالها مرض معين وكانت بتدعي وطول الناس كمان تدعي لها، ففعلا تحس انك تلقائي انت بتدعي لها لان تحس انها واحده من العيله. يا رب ان شاء الله رب يشفيها، ويا رب نشوفها قريب رجعت زي الاول والدنيا تمام وبتكمل شغلها، لان النموذج ده نموذج محترم. اتمنى انه يفضل موجود ويفضل كتير كمان، يعني يبقى في اكتر من نموذج زي ده.
دلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر عمل انت فاكره او دور فاكره لهبه مجدي؟ كل اعمال، لان طبعا انا النهارده ما ذكرتش كل الاعمال اللي هي اشتغلتها لان هي فعلا اعمال كتير قوي وتحديدا في التلفزيون، وطبعا غير المداح عشان عارف اغلبنا هنكتب المداح وده اكتر حاجه كلنا فاكرين. السؤال الثاني، مين النماذج ممثلات تحديدا في الوسط الفني اللي زي هبه مجدي؟ من وجهه نظري بشوف هبه مجدي، عبله كامل، في كام اسم تاني قليلين بس انا مش عايز اقول الاسماء يعني. مين الممثلات التانيين اللي انتوا بتشوفوا فيهم نفس النموذج ده بتاع هبه مجدي وعبله كامل؟ اكتبوا لنا ارائكم في التعليق. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس. لو انت اول مره تشوفنا وانت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه تلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه زي حلقه النهارده، بس النهارده مش هبديه هزليه، هي فعلا في حب هبه مجدي، وفي سلسله 10 افلام ومسلسلات مسرحيات. فيعني معاك وقت وجهد وباقه، خد لك لفه، قول لي اللي عاجبك اللي مش عاجبك نحاول نظبطه. في حلقه النهارده لو عجبتك ابعت انشر كلم دماغك، ما عجبتكش قول لي برضو اللي مش عاجبك وهنشتغل عليه. وبنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورو.